لا بد من رفع الهمم أيها الأفاضل. نحن في زمن غربة والفتن مقبلة، لا بد من التسلح بالعلم والسنة. قال أوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لا بد من رفع الهمم وبذل الأوقات. هذه الدورات منشطة ترفع الهمم ويحفظ بها الإنسان من الضلال. القنوات تعج بشبه أهل الضلال. الإنسان قد يدخل مواقع وتلهبه حماسة الشباب في بعد عن العلماء وغفلة عن الأهل، فيستقطب لجهله وحماسته. ولذلك لما جاء رجل يسأل أبا موسى عن الجهاد أنه: أرأيت لو أن رجلا خرج غضبا لله فقاتل حتى قتل أين هو؟ قال: في الجنة. قال حذيفة: استفسر صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ غضب لماذا؟ لهوى نفسه وعلى السنة أم على البدعة؟ قال الحسن: فرأينا أولئك أنهم ضربوا أسيافهم على البدع. إذا لم تتعلم لن تحصن. كان السلف يجتهدون في العلم والتحصيل بالليل والنهار. أحصي يوما عدد أصحاب الحبارة، أصحاب المحابر، يكتبون فقط في مجلس سفيان الثوري فبلغوا 30,000 إحصاء. كم عدد اللي يحضرون وكم عدد الذين يكتبون؟ فأحصوا أصحاب المحابر فقط فبلغوا 30,000. أين الهمم؟ قال ابن درستوية: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد ما كان نسمع فيه الحديث بعد الفجر. يأتون العصر فيجلسون وينتظرون ويبقون طول الليل خشية أن يفوتهم في الصباح سماع الحديث. وذلك لما حضرت أبا موسى الحافظ الوفاة قال: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. وذا قال الذهبي متفجعا في السير: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. هذا شرط العلم. وكان يقول: فبالله يا مسلمين فلنبكي الكتاب والسنة وأهلهما، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. هذه غربة، همم ضعيفة، تحصيل قليل. قيل لأحدهم: بما نلت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. العلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيء. في السير يقول: مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنه عليل. قال: فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما مضينا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر. قال: فمضينا وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال ابن وهب: أفضى بمالك طلب الحديث حتى نقض سقف داره فباع خشبه. وقال الزهري: من طلب الحديث أفلس
طلبت الحديث حتى بعته فسط أمي. هذه بذل. نحن في نعم، في خير، دروس قائمة ولله الحمد، كتب متوفرة، طلاب علم ينشرون الخير، دروس العلماء ممكن إنسان يحصلها وهو جالس في بيته. لابد من رفع الهمم والاشتغال بالعلم والتحصيل والحفظ والمدارسة ونشر الخير ونشر السنة. الناس الأمة محتاجة إلى من يبذل الخير لها ويدل على السنة ويدرع عنها شبهات المنحرفين والضالين. لابد من القراءة والتعلم. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا ولكم الخير، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، ويدرع عنا كل شر وفتنة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير.